الظل والنور هو الحاجة اللي بتخلينا نشوف الحاجة مجسمة قدامنا. لو مفيش نور احنا مش هنشوف حاجة اصلا. تمام. التصميم الابتكاري هو عبارة عن حاجة المطلوب الاساسي فيها ان هو يشوف تفكيرك كشخص هتدخل الكلية دي عامل ازاي، وهو متقسم عندنا لجزئين، جزء التصميم وجزء الابتكار. طيب ايه هو التفكير الابتكاري او الابداعي؟ هو هنا عاوز بس يتاكد من ان انت لما يديك معطيات هتبدا ازاي تشكل المعطيات دي بشكل تخليه مش شبه اي حاجه. يعني هو الابتكار او الابداع هو مدى كون الشيء اللي انت عملته ده مش مقلد او مش موجود منه كتير، مش مكرر. هو مثلا مديك مجموعه من الاشكال، انت لو مطلوب منك تعمل منهم تصميم، التصميم ده يكون ابداعي. احنا عندنا عشان نعمل التصميم بقى حاجه اسمها اسس التصميم او اساسيات التصميم. طيب دي ممكن نلخصها في ايه؟ هما كتير جدا بس ممكن يتلخصوا في حاجتين بس، وهي الوزن والايقاع. طيب ايه هو الوزن؟ الوزن هو علاقة الكتل الموجودة عندك بالفراغ اللي موجود. يعني خلينا نقول ان دول الاشكال دي عبارة عن كتل، الفراغ اللي مطلوب منك ان انت توزع الكتل فيه هو عبارة عن المساحة التصميمية اللي هو حددها لك. غالبا في التصميم ده بيطلب منك مساحة 15 في 20 ويقول لك اعمل تصميم بيعبر عن حاجة معينة مثلا، ويديك جملة ان انت برضو تكتبها. طيب الاشكال دي اللي موجودة عندي انا عاوز اوزعها جوه التصميم ده باستخدام اسس التصميم. المفروض اعمل ايه؟ يعني خلينا نقول ان ده تصميم عندي انا عاوز اعمله. لو انا جبت الاشكال دي ووزعتها خلال التصميم ده بالشكل ده، ايه اللي حصل عندي؟ لو انا مسكت التصميم ده، الفراغ اللي هو عبارة عن التصميم اللي عندي او المساحة اللي هو طلبها مني، ووزعت فيها العناصر اللي عندي اللي هي عبارة عن الكتل، لو انا وزعتها بالشكل ده فده يعتبر تصميم فاشل تماما. يعني ازاي بقى اوزع الكتل دي جوه الفراغ صح؟ بحاجة اسمها الوزن. والوزن هو علاقة الكتل بالفراغ وعلاقة الكتل بعضها البعض جوه الفراغ. يعني مثلا انا لو عاوز اوزع الثلاث اشكال اللي عندي دي جوه الفراغ ده، فالمفروض ان انا اراعي النسبة بين احجامهم لبعض، والمفروض ان انا بوزع بشكل عشوائي جدا. ولكن يعني ممكن هنا كده، ممكن المربع اعتقد ان هو الشكل ده مثلا، ادي الدايرة وادي المثلث وده المربع، والجزء ده هو الفراغ. في حاجة بقى معانا وهي الإيقاع، والإيقاع هو حركة العين بتاعتي انا وانا ببص للتصميم. حركة العين جوه التصميم ماشية ازاي؟ هل انا مرتاح ولا لا؟ الفراغات اللي موجودة دي هي اللي تعتبر الايقاع. الانسجام اللي موجود بين الخطوط في الشكل يعتبر الايقاع. طيب عرفنا الاساسيات اللي موجودة وعرفنا يعني ايه ابداع او تصميم ابتكاري. كده مطلوب مننا ان احنا نعمل تصميم بالمعطيات اللي هو هيديها لنا. تاني حاجة المفروض بنشتغل عليها في التصميم الابتكاري وهي التايبوجرافي او فن كتابة او رسم الخطوط. يعني احنا عندنا الخطوط، الخط العربي او الخط الانجليزي حتى احنا مش بنكتبه في التصميم. يعني مش باجي مثلا اكتب تصميم، لا انا برسمه، بحول التصميم ده لتايبوجرافي. بعتبر الحرف اللي معايا، فلنفترض ان ده حرف الالف، فده اسمه التايبوجرافي. عرفنا اساسيات التصميم وعرفنا الابتكار يعني ايه، وعرفنا ازاي نوزع الكتل جوه الفراغ مع مراعاة الايقاع والترابط اللي بينهم، وعرفنا ازاي نحول الحرف لكتلة باستخدام التايبوجرافي، ان احنا نرسمه بدل ما بنكتبه. فلنفترض مثلا ان هو طلب مننا تصميم عن التكنولوجيا، هيقول لك اعمل تصميم او بوستر، وغالبا ده اللي بيطلب ان هو بيكون بوستر عن التكنولوجيا والمستقبل. حدد لك الحاجة اللي مطلوبة منك، وممكن يقول لك استخدم كلمة التكنولوجيا جوه التصميم، ويحدد لك يقول لك انا عاوز التصميم 15 في 20. طبعا احنا بنعمل المساحة دي بالمسطرة، وغالبا البوستر بيكون طولي، يعني بيكون الطول بتاعه اكبر من العرض، ولكن في الامتحان طبعا نعملها بالمسطرة. وفلنفترض ان هو طلب مني اكتب كلمة تكنولوجيا جوه التصميم، فانا بشتغل على كلمة تكنولوجيا دي ان انا احولها لكتلة واوزعها جوه الفراغ اللي موجود عندي. طيب حاجه انا بحب اعملها وبستخدمها لما باجي اعمل تصميم عموما، وهي الكيوردز او الكلمات المفتاحيه. وهي ان انا بجيب كلمات ليها علاقه بالتصميم اللي انا هعمله، وابدا ارتبها معايا بحيث ان هي تفتح
عندي فكره التصميم الابتكاري، بحيث ان دماغي تبدا تفكر في اتجاهات مختلفه لها علاقه بالكونسبت اللي مطلوب مننا او بالحاجه اللي مطلوبه مننا ان احنا نوصل لها في الاخر. مثلا التكنولوجيا والمستقبل، ايه الحاجه اللي بتيجي في بالك لما بتفكر في التكنولوجيا؟ ممكن اقول السوشيال ميديا، ممكن الذكاء الاصطناعي او الاي اي، روبوت. ايه تاني ممكن نفكر اكتر؟ الاجهزه عموما. يعني انا بشكل تلقائي لما بفكر في التكنولوجيا بيجي في بالي اللون الازرق، فانا ممكن اكتبها بشكل عشوائي نفكر في كلمات، ممكن معادلات، لغات برمجه. تمام، ممكن يكون عدد الكلمات دي كفايه ان احنا نستخدمها، ممكن اقل وممكن اكتر على حسب التفكير ده هيودينا فين. يعني بنبدا نستخدم الكلمات دي بان احنا ممكن نحول الكلمه نفسها لشكل. فعندنا السوشيال ميديا مثلا ممكن نبدا نحولها لاشكال الايكونز بتاعه السوشيال ميديا. الاي اي او الذكاء الاصطناعي استخدم مثلا لغات البرمجه معاه، وممكن برضو ندمجه بالروبوت فيطلع من عندنا شكل معين. ممكن الاجهزه تبقى موبايلات بما ان في سوشيال ميديا وفي اي اي. ممكن اللون الازرق هو اللي يكون اللون الاساسي اللي احنا هنستخدمه في التصميم. ماشي، دلوقتي احنا معانا كيوردز، عايزين من الكيوردز دي ان احنا نعمل تصميم او كذا تصميم. هنعمل مثلا 4 افكار، مش لازم ان انا استخدم كل الكلمات اللي انا طلعتها، اشوف الكلمات اللي انا حاساهم ماشيين مع بعض او كلمتين بس اللي انا عايزه استخدمهم. فاول تصميم هنا هستخدم كلمة الأجهزة والسوشيال ميديا. من الأجهزة هو التليفون، والتليفون ده على الابليكيشنز السوشيال ميديا. يعني هرسم تليفون اللي هو محطوط كده المفروض وطالع منه زي أشعة أو كده، وعندي الأيكونز بتاعت السوشيال ميديا هتبقى طالعة منه كده زي مثلا فيسبوك، انستجرام، تيك توك، تويتر، أي حاجة اللي انتوا حاسينه وبس. فكده أنا عندي تصميم، استخدمت الشكل فيه، استخدمت كيوردز. اللي ناقصني ان انا احط الكلمه. هنا المناسب ليا ان انا احط الكلمه تحت. طيب هعمل تصميم تاني زي ما قلنا، برضو انا عندي كلمه الاجهزه، بس المره دي انا عندي كلمه تانية هي المعادلات والبرمجه. من هنا هيجيبنا ان الجهاز اللي هنستخدمه هو اللابتوب او الكمبيوتر او ايا كان. فانا هرسم لابتوب وفي الشاشه بتاعته هحط الارقام اللي هي 0101 اللي هو الارقام اللي بيستخدمها الكمبيوتر عشان يترجم المعلومات، وهرسم زي معادلات طايره في الهواء بحيث ان دي تبقى الخلفيه بتاعتي. احطها مثلا بحيث ان هي تكون متوزعه بشكل عشوائي او كده، وهبدا اوصلهم بخطوط، مجرد اشكال عشوائيه يعني اللي انتوا حاسينه. بعدين دلوقتي انا عايزه احط الكلمه، فانا المفروض المعادلات اللي انا كتبتها دي مجرد خلفيه، يعني ده باينه ورا. المفروض انا عايزه الكلمه تبان قدامها، يعني ممكن ان انا اصلا اكتب الكلمه عليهم بخط اتقل. ماشي، انا عندي كلمه تانية هستخدمها هي كلمه روبوتات. هستخدم الكلمه دي بس، مجرد ان انا هرسم روبوت عادي ممكن استخدم كلمه واحده. والكلمه بتاعتي بدل بقى ما هكتبها مثلا فوق او تحت او ايا كان، انا هقسمها بالنص بحيث ان هي كأن الروبوت بتاعي قطع الكلمه نصين. التصميم الرابع والاخير هنستخدم فيه برضو كلمه الروبوتات، بس هنستخدمها بالستايل تاني. احنا ممكن ان احنا نبتكر الاشكال اللي احنا رسمينها دي من دماغنا، او ممكن ناخد ريفرنس حاجه مثلا احنا شفناها قبل كده. حاجه من الريفرنس دول هو الكرتون، ممكن ناخد شخصيه من شخصيات الكرتون نحطها اصلا في التصميم بتاعنا. الشخصيه اللي انا اخترتها هنا المفروض بيمو، لو عارفينه من وقت المغامره، بس هو لعبه، يعني هو روبوت لعبه. فاحنا هنعمل كأن بيمو دلوقتي بيتسحب بمركبه فضائيه. المركبه الفضائيه دي هي اصلا ابلكيشن لعبه، هو بيتسحب بقى وبيتخطف، الابلكيشن ده بيخطفه بيسحبوا ليه. تمام، الكلمه بقى نحطها ازاي؟ ممكن نعمل ان الكلمتين اصلا برضو بيتسحبوا للابلكيشن ده. في حاجه هي ان انا كاتبه في كل التصاميم دي الكلمه بايدي عادي. طبعا انتوا مش هتكتبوا الكلمه بايدكم عادي، المفروض ان انتوا ترسموها، يعني نديلها سمك شويه. اكيد مش هنرسمها بالخط الرفيع ده، انا كتبتها بايدي علشان بس ان انا برسم كروكي مش اكتر. احنا مثلا مطلوب مننا ان احنا نكتب كلمه تكنولوجيا، فاحنا ممكن نحدد الاول مكانها هيكون فين معانا في التصميم. فاحنا هنراعي زي ما قلنا من شويه الوزن والفراغ. والوزن هو علاقه الكتل كلها ببعض جوه الفراغ اللي موجود معانا، ومعانا الايقاع هو حركه العين جوه التصميم. فلنفترض ان انا مثلا متخيلها ان هي مكتوبه كده، كلمه تكنولوجيا تبقى مكتوبه هنا كده. ابدا اتخيل الحروف ممكن تبقى عامله ازاي. طيب انا حسيت ان كلمه تكنولوجيا مش هتنفع معايا في المساحه اللي انا حطيتها، انا ممكن اكتفي بكلمه تكنو.
هل ده هيكون غلط في التصميم معايا؟ لا، مش غلط تماما. التصميم بالرغم من ان هو بيحدد لي الحاجات اللي انا المفروض اعملها فيه، بس انا في الاول وفي الاخر المصمم اللي بعمل التصميم. فالمهم في الاخر ان التصميم يبقى عندي ككل ناجح. مش مهم قوي الالتزام بالكلام اللي هيتقال او بالمطلوب، على قد ما المهم ان المنتج النهائي يكون تمام معايا. ابص تاني على الكلمات اللي انا كاتبها واتخيل حاجات ممكن تكون معايا. ممكن حسيت ان حرف الواو ده لو جه كده يبقى احسن، ممكن اعدله واخليه كده عادي. طيب حسيت ان الجزء ده ممكن يجي كده، فاجي مثلا انا طبعا عملت هنا حدود معينه كده للشكل او التصميم بتاعي، ابدا احاول ان انا اكررها. يعني زي ما انا عملت دي حد، عملت اللي قصادها حد، عملت دي بتلف، عملت اللي قصادها بتلف. طيب في هنا برضو كيرف، طيب في هنا حد، فاللي جاي يبقى حد. انا بحاول اكرر الاشكال اللي معايا. يعني الدوائر دي شكلها كده، فتمام كل النقط اللي زيها تبقى شبيهه ليها بشكل كبير. ده هيساعد ان التصميم يكون ناجح. ممكن الحاجات اللي انا حطيتها كتخيل ليا ابدا استخدمها تاني. فممكن الاي اي مثلا استخدم الشكل اللي انا عملته ده بان انا اكتب حرف الاي. هل ينفع اكتب عربي وانجليزي مع بعض؟ مفيش مشكله، التصميم كله اصلا بتاعك. وممكن حرف الاي يكون واخد الشكل ده كده، فده مثلا عمل معايا حرف الاي. طيب حرف الاي ممكن اجيبه هنا كده مثلا. عندنا الوان ممكن نستخدمها. هو غالبا لو استخدمت اي نوع الوان انت بترتاح له وهو ما عندوش مشكله، المهم في الاخر ان التصميم النهائي يكون كويس. فاحنا هنستخدم الوان خشب. وزي ما قلت انا حاسس ان التصميم ده انا بتخيل اللون الازرق لما بفكر في تكنولوجيا، فممكن نستخدم اللون الازرق. وممكن نختار اي الوان تانية معاه ممكن تساعدنا في التصميم. نفس طريقه التظليل اللي احنا اتكلمنا عنها، احنا ممكن نستخدم الالوان بنفس الطريقه. يعني ده تقيل وممكن اروح منه على خفيف 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 لحد خفيف خالص. طيب الالوان كمان احنا ممكن نستخدم كذا درجه من نفس اللون. يعني اللون ده كان غامق شويه، ممكن استخدم اللون الافتح برضو في ان انا اعمل التدريجات بتاعتي. هل لازم اعمل تدريجات؟ مش لازم خالص ان انا اعمل تدريجات. الفكره في الاخر ان التصميم يكون كويس. انا عندي طريقتين ممكن الون بيهم الشكل ده. الطريقه الاولى ان انا الونه لون سوليد، لون كامل مغلق. الطريقه الثانيه ان انا ابدا اعمل تدريجات في الشكل ده بين الفاتح والغامق. ممكن اخلي الاطراف غامقه وابدا جوه على فاتح. سواء استخدمت الطريقه دي او دي، المهم عندي والمهم بالنسبه له الشكل النهائي. سواء انا لونت بالطريقه دي اللون يبقى سوليد، او لونت بالطريقه دي ان اللون يبقى فيه تدريج، فالاثنين تمام. انا بشوف الطريقه اللي تريحني وابدا الون بيها واكمل التصميم. وكده اعتقد تمام. يعني اتمنى تكون الفكره وصلت وبس.